خوتي انا ما فهمتش، انا البارتي تاع المغرب تبدا ب 0 البارتي قالت تبدا على 11 لا 10 ونص مركاو بيت الاول مازال ما بداش بارتي مركاو بيت جمعت لقيتها 1 0 يبدو ب 1 0 المغرب صاي دوك ما تفرجوش نروحوا نرقدوا صاي كملت بارتي بعثوا القجع واللي ماركي البيت. لنا نرقدوا ديريكت زعما قلنا اليوم يخسروا واليوم يمدني صاي نروح نرقد انا صاي طفي عليا. درنا فيكم خير باش تنعسوا بكري. ايوه بصحتكم تصبحوا بخير خوتي انا بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين واهلا وسهلا بكم في مباراه المغرب واسكتلندا والهدف الاول للمنتخب. وانا تنقول علاش ما زدناش شي فيت اخر؟ راه انفو تماركا بيجبدوا تليفونات والهدف الاول ساعه تقواس خدم تقواس ما والو. سيباري توصل شي كره كيضربها في بوطو والاخر توصل كره كيضربها في السماء صافي ولينا كنشيرو وما زدنا حتى بيت وبقينا تما. المنتخب المغربي بن اسماعيل الصيباري ديك البيت الاولاني غير زربنا عليهم قبل ما يشعلوا التلفازات يتفرجوا. زربنا على ديك البيت الاولاني قبل ما يبداو التقواص ديالهم. انفو بداو التقواص وتقول واش بغات تدخل شي كره. زعما واش معناتها تفاهمتوا ماركيتو الدقيقه الاولى باش تبعتونا نرقدوا ماناش راقدين ونكملوا الماتش مالغري ليكيب لاكو تلعبوا كونطرها حومه اسمها ما نعرفش ننطقوا بصح تلعبوا كونطر خويا هاد الحمر انت وياهم تقريبا نفس الترتيب نتوما 33 وهما 43 يعني ما كاينش فرق بيناتكم بزاف راه بحالكم بحالهم. السلام عليكم. لا والو غا جالسين تنتفرجوا في المنتخب هما لاعبين وتيطلعوا في المراتب في الفيفا. عاودي طلعوا المرتبه السادسه الخامسه وجات البرازيل قالت لكم ما كتعرفوا والو ضربوا 3-0 وحنا نرجعوا للمرتبه ديالنا قلنا ماشي المهم جربنا ديك المقعد 5 زوين ديك المقعد 5 ولكن في الاخر رجعنا لبلاصتنا. فيفا كنا جالسين مع علينا بابيله تلقينا راسنا ال50 طلعنا للمرتبه الخامسه نص ساعه ورجعنا. عالميا في الترتيب الفيفا. اكثر لاعب في المنتخب المغربي خايفين عنده هذا اخونا في الله. كاملين تتوصلوا كره عرفتي انفو وصلاتو داك انفو بونو لاح ليه كره في السماء صافي عرفتها مشات ليه عرفتها صافي وبغات هو زعما يدير ديك يلوحها في السماء زعما حتى هو الحكيمي ويطير ليه. ابو سمره ولا خايفين عاد توصلوا كره تنبقى نقول الله 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 الله. بديت التاني اللي لابسه اللي حاطه في ديته ابوسك على راسك انا طالبك طلبه العيد اللي بغيت تجيبه قدام البرازيل لا دابا بلاصه ما ولا كيعطي الكره لبونو ولا لا كيعطيها للعابه نيشان. تجيبه الحين الله يرحم والدينك جايبينك عون لا تطلع فرعون الله يرحم ام اللي جابتك. العين هاوي والو اللي يجي يدخل فيه ما كاينش ديما مدابز ديما منوض الصداع فهمتي داخل في كل شيء تبارك الله عليه. زغرطوا يا اخوانا زغرطوا يا محمد. المغرب تفوز اول منتخب عربي يفوز. المغرب تفوز اول منتخب شاد اللغه. عامد الواد اسماعيل جامد اخيرا اول انتصار عربي يا جدعان. انا كنت الصباح هما جالسين يتسابقوا شتو اللي غادي يقول اول انتصار حنا ما مسوقينش حنا عينينا فهمتي عينينا في سيمي فاينل عينينا في الكاس هما مدابزين شتو اللي غادي يدي اول انتصار اجينا دينا فهمتي عاد كنا دايزين تلقينا راسنا اول انتصار. فقدت الشغف مش كده وبس ده اول منتخب عربي يوصل دور ال 32. هتقول لي يا عم ده عشان لعبوا الاول يا عم ما تبقاش جاحد ده المغرب مسجله اسرع هدف في البطوله واسرع منتخب عربي يجيب هدف في كاس العالم كمان. انا هاد كاس العالم ماشي ديما ما كاين مسرع وقيله. مش فاهم ابراهيم دياز عنده صلاحيه يعني عشان هذه ما فهمتهاش هذه دياز ما عتمالو باغي يكون وقيله هو الهداف كما كان هو الهداف كاس افريقيا باغي يكون هو الهداف كاس العالم يمكن. الماتش ده والماتش اللي فات فعادي يا اخي نص ملعب المغرب بيبهرك اكتر واكتر. العناوي ده مش ممكن عناوي 7 9 مساهمات دفاعيه مريح المغرب بيروحوا تحولات بسببه. يعني ايه ده ولا كاساميرو في عزه. طبعا الملك اللي قاعد هاريكين في البيت انا عارف طبعا انا ما اعرفش بايرن ميونخ معاه لويس دياز اللي سجل في كاس العالم معاه اوديسيه اللي عامل اسيستات في كاس العالم معاه ايه ده هاريكين مسجل هدفين ومعاه إيه؟ انتوا احتلتوا كل افضل هجوم في العالم. لقطة تثير الجدل هل كانت تستحق ركلة جزاء؟ على الكرة إعادة ماكتوميناي حاول شو هرو خونا تقلب في هذه اللقطة الحكم شاف فين هي ضربة جزاء؟ راه حكم راه ماشي حكم ديال الكرة هذاك راه جابوا لنا حكم ديال اليو اف سي ولا شي لعبة راه ما يمكنش راه خونا راه اللي طرا واش دابا هذه تتوقع منه انا يصفر فيها وتما وصل التيران نايض الحرب المزراوي تا هو مطايف لك مع جوج ما يمكنش والو تقول واش كيصفر حكيمي كيتقلب على جوج والو تقول واش كاين داك الحكم
ما فهمتش انا هاد حتى منين جابوه لينا. امام العيناوي برافو العيناوي نقيه شوف عامل مباراه مشى الكره اخونا طاح كبيرة بالعاني بغى بيلانتي. دفاعيا. ما فيها والو، هذه بالضبط ما فيها والو. في المغرب واعر وضرب اسكتلندا وعنده القدره انه يضرب اي فرقه جات له، ولكن الاخوان ما تخليوش هادشي ينسيكم في واحد الحاجه اللي مهمه. راه كره الجزائر خسرت 3-0. كتبقى كره. ما تنساوش الاخوان بانه الجزائر كنت عارفه حتى شريت اهم حاجه الساعه خصنا ما نساوهاش. كاين والو المروك. ما فهمتش انا على راهم خالعينكم، راهم يلعبوا غير ضعاف. لعبوا للبرازيل، البرازيل ما كان والو ضعاف. البرازيل ضعف هي متفق معك. حتى الارجنتين راه لعبوها الضعف، لعبوا الجزائر ماركاو 3-0 عادي زعما الضعف. اسكتلندا منتخب زعق عليا. الماتش الجاي ضد هاي دابا عرفتي الجزائر هما اسكتلندا راه في نفس المجموعه فهمتي، بجوجهم منتخبات الدرجه الثالثه ولا مع الرابعه، واتحاد وما يمكنش. ويلا خداو 3 من عند الارجنتين وعلى سنطيحه عند هاد الجزائريين. بغيتها 10% منها نقول لكم بلي المغرب يدي كاس العالم، ولكن ما قادرش نقولها حيت عارفه صعيبه. ويكاليفو. حنا ثاني كنا نربحوا، ربحنا غواتيمالا وربحنا بوليفيا ودرنا مع الاوروغواي وقلنا في امتى هادشي؟ واش الماتشات الوديه تيحسبوهم؟ حيت ما تيسحب ليه بلي داخلين داكشي في كاس العالم. هذيك كانوا كيسين تيترينيو ما محسوبينش. واو عندنا منتخب وكنا كاع هذا في باغيين كاس نربحوا. العالم نربح ما مستوعبش. في الكرة الأولى بينما هنا تدخل سليم ياسر. هاد الباج هادي ثاني مره كتحط نفس اللعيبه مصريه. شوف يا سلام عليك يا ثاني عيناوي. مره تتحط نفس البوست غير وقال التعليق اللي مختلف. يا سلام على نايل العيناوي في كرة ماضية. هذه قناه مصريه ما يحيدش الطبيب ما حامليناش. اول فوز عربي يا مغربي، اول فوز عربي حققته رفعت راسنا كلنا. مغربي يسعد قلبك ويسعد قلب المغرب، ولكن انت فخر، انت فخر العرب، انت بطل العرب يا رجل. انت مباراة صافي بارك راه غمضتوا عينيكم ديك الدقيقه الاولى ماركينا بيت وانتم تفرجوا حنا اللور. قبل رفعت راس كل العرب. اول فوز عربي، اول فوز عربي اخيرا يا رب يا رب، بعد فوز المغرب كل المنتخبات العربية. المهم دازت سالمه وجبنا 3 بوان ديالنا دوك هو المهم. انتقم لينا انت. والله تتنعتي عرفتي شحال عجبني الحال من شفتو بحال هكا. انا حسيت بواحد الراحه. خونا جاي رافع الحاتمي قالبوا على جوج وغادي والحاتم تيشوف ما هضرش. عرفتي انا كلا صفر حاتم كنت نخرج ليه من التلفاز. راه ما يمكنش راه بزاف. حاتم راه تنتيحكم مباريات ديال اليو اف سي ماشي ديال الكره. ما تدوش لي هذا تنتيحكم مباريات ديال الكره وباقي خدام في الفيفا ما يمكنش. نط كاع على سلامتك. والله علاش كيدار ليه ها هو هذا وقف انا عادي. حكم الاخر انا واقف انا كل واحد فيهم تيتسنى الاخر يدير شي حركه. زوج خو قول والله غير زوج. لا والو غلب هو القتل الحسد. ما تمني ايوه من لعبوا مليح ولا لا الحسد. والله غير من لعبوا مليح خو. يو ديك ليكيب عندهم واحد ليكيب شريكي، عندهم واحد ليكيب يا واش كيديروا ليه با 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 عندهم واحد ليكيب يا عاملين ديالها ما زدنا حتى شي بيت. الدراري واش فيها؟ قولوا لي شنو طاري. كيفاش خرجت انا صاحبي من القهوه كنا ساخطين حيتاش مرضونا. ما يمكنش مارتينا بيت الدقيقه الاولى وحنا جالسين شادين ديك البيت عاصرين عليه. ما بغينا نزيدو ما تعادلنا. ما عرفنا شنو نديرو. ما عرفنا نفرحوا ما عرفنا نتعصبوا. ما بقينا معصبين الماتش كامل. دقيقه 80 من 80 الفوق ولينا ملو مزيريننا صافي. ديك خرجوا هما كاملين بقى عندهم ما يخسروا. قول لي يا صاحبي قول لي يا لا العذاب. ليت ماتش المغرب يمشي يروح واحد برجوليه ماست يا معلم. لا فما شكون يمركي على روحه، لا فما رابحه وتلعب الباهي. شنو هذا يا الزحي؟ الحمد لله جيت تونسي يعني الحمد لله واصحابي الجزائريه وموافق امبيونس فما حشرات فما 3 5 ماتش ديال المغرب عادي فهمتي. ماتش فرقه قويه ضد فرقه ضعيفه نورمال غادي تربح وصافي.
غتجيب 3 بوان ديالها بكل بروده. شنو ماتش عادي هذه والايكيب رابحه عربيه نورمال يا اخي ما عادش تفرج فيها المغرب سي فيني خليت. اعرف ليش الاعلام العربي ساكت عن الشيء اللي عم يسويه المنتخب المغربي؟ ليش ما في تقدير اكبر؟ ليش ما في ناس عم بترشح المنتخب المغربي فعليا لتحقيق كاس العالم؟ البعض رح يعتبرها مبالغه، ولكن احنا عم نتكلم عن المنتخب المغربي اللي بعد ما انتصر على اسكتلندا اصبح وبشكل رسمي بالتصنيف الخامس عالميا. طلعنا حنا الخامسين 5 نص ساعه ورجعنا للسادسين. المغرب بلد عربي اصبح من ضمن افضل 5 منتخبات بالعالم. انا اسف ولكن فعليا المنتخب المغربي انقذ سمعه المنتخبات العربيه بكاس العالم. اول انتصار للعرب في المونديال، اول منتخب عربي باقي يلا دينا بسم الله، يلا دينا بسم الله. هذه راس اسكتلندا. يضمن تاهله للدور 32. وانتبه تعتبر هذا الشيء بسيط، بالامس بطل اسيا المنتخب القطري خسر 6-0. تخيلوا عندهم بطل اسيا هما قطر. ما فهمتش انا هاد قطر هاد اسيا شنو الفروق اللي فيها باش ولات قطر هي بطل ديالها. انا عقل قطر تنظم كاس العالم تنفوج عليهم في ديك المجموعه. رجعتي اول فريق وقيلا تينظم الكاس وتيخرج هو الاول من المجموعه. كيفاش هي دات الكاس؟ ما فهمتش كيفاش قطر دات الكاس. هادي ما دخلاتش هي للراس. انا ما عرفتش شنو ديت اسيا شنو هما الفروق اللي عندهم باش قدرت ان قطر دي هي بطل اسيا. ما فهمتش. بالجوله الاولى عانينا 8 منتخبات عربيه ولا واحد حقق فيهم انتصار. حتحكي لي طيب حتى المغرب ولكن تعثرت. قطر كان عندها 2 حمرات هما اللي خرجوا عليها صراحه. اخوان المغرب تعادلت مع البرازيل وكانت مسيطره وافضل بالطول وبالعرض، وبهذا الانتصار لا يزال المنتخب المغربي يمتلك اطول سلسله انتصارات واطول سلسله لا خساره في تاريخ المنتخبات بعد هدف اخر ماشي للشيباني. سلسله الانتصارات اللي تعادلنا، سلسله لا خساره اللي باقا عندنا مطوله. المونديال باول دقيقه بالمباراه، واحد من اسرع اهداف المونديال واسيست اخر من ابراهيم دياز. لا زلت ارى بانه هذا الرجل ما اخذ حقه من المديح، هذا الرجل عمل نقله كبيره في المنتخب المغربي، ابجريد فعليا. المنتخب المغربي كان بحاجه انه يثبت انه خلص انا فعلا من كبار العالم، انه ينتقل من الفريق اللي بيدافع وبيلعب على المرتدات بفريق حاليا مع محمد وهبي صح بيسيطر على الكره، هو اللي بيقوم. باش نكونوا صريحين مع بعضنا، وهبي في المؤتمر الصحفي قال راهو اسكتلندا جايه تلعب في الدفاع، وعارفين اسكتلندا باش تلعب الدفاع. قالها بصريح العباره، قال احنا هابطين باش نحاربوا ضد الدفاع وممكن نفوزوا 1-0 ولا 2-0. وارجعوا شوفوا المؤتمر الصحفي. كان معروف هذا الماتش يكون صعيب. هايتي وقيلا تلعب كره على اسكتلندا ما تيلعبوا تيسدوا. هايتي تتقصر يعني هايتي نقدروا نلعبوا مرتاحين شويه، اولا غادي تكون بالون شويه تكون الحركه يكونوا بيوتا. وهذاك اللي صار. المباراه انتهت 1-0 المغرب ضيعت برشا فرص، ولكن انساو هذا كل 3 نقاط. اول فوز لوهبي مع المنتخب المغربي في كاس العالم. منتخب شي اهم حاجه هي 3 بوان مقنع جدا بسم الله ما شاء الله في الدفاع في الهجوم. فما كان ديوب صراحه مازال ناقص على الاخر. ديوب مازال ناقص، مازال ديوك ما عرفتش مالو في الماتشات الوديه تيسبع دابا ولا عنده قد فم ما عرفتش شنو طرا عليه ولا تيتخلع ولا ما عرفتش شنو. المهم ما عدا هذا الشيء منتخب مغربي مقنع جدا. ما شفناش اسكتلندا عملت هجوم خطير واحد. شفتوا هجومات المغرب قداش من هجمه بسم الله ما شاء الله. مباراه مقنعه. الف مبروك الفوز والف مبروك 3 نقاط. مع المروك راه يتلعب ذروك وماركو في الدقيقه الاولى. الله يلعن الام محتاده الحاله. الواحد دروك ما يستشفى ما يضحك ما ينسى هم وينساه بالمروك والو. الدقيقه الاولى يا الدقيقه الاولى واحد دقيقه واحد ماركاو. ما شلقهم من الحدد يستمتع بالليكيب تاعو، ما يستمتع بالخساره تاع لي زيكيب الاخرين. حبوبه وصاي حبوا والله غير حبوبه وصاي. يا ربي الميت الزوج يا ربي راك عارف يا ربي. ثم ثاني يا ربي عارف واخدين 3 راك عارف يختاروا من ولا من. هاني نوصي فيكم واللي عنده زهر مقود يعرف ثاني شي يختار باقي مين. هي تندوف تاعنا صايبهم مليح بالون خاوتي. جبتي ندوف الهضره تندوف تاعنا اللي معاك جايه في الصحراء صايبهم مليح بالون خاوتي. بقاش تكذب على روحك وما تبقاش تغطي في الشمس بالغربه. يلعبوا مليح بالون. انا في اطار كره نهضر كلمه الحق. ما تبقاش تكذب على روحك صاحبي. وغير نهضر كلمه الحق خاطش رامي براتيكيو في واحد الفوتبال بزاف شباب وصلوا لواحد المستوى انهم ولاو يدخلوا رابحين خاوتي. اليوم بداو الماتش رابحين باش تفهم. تالمون بداو الماتش رابحين ماركا في الدقيقه الاولى. تشوف واحد الثنائيات بين حكيمي دياز بين ابراهيم دياز وحكيمي. العيوني كيف يخدم مع كيف يتك على حكيمي يخدموا المثلثات. بداو يتقبلوا امر الواقع فهمتي. ما يمكنش يقولوا شي حاجه اخرى حتى صافي بدا ما يمكنش يقولوا بلي صافي فرق اضعاف لا راه حدا صادق عليهم. صافي بداو يتقبلوا امر الواقع دابا باش يوصلوا الكره لابراهيم دياز. وناحي هذاك نحله الله يبارك بوعدي. وناحي صراحه لعب مقارنه بالماتش الاول. هذه المره لعب شويه. الماتش الاول ما دار والو تقريبا.
بوعدي تحسوا من وقت جيرارد ومايكل ايسيا ولامبارد هو قابض الميليو، تحسوا من فما تحسوا عنده 25 سنه في الميليو، تحسوا الوسط يسال فيه يلعب بواحد الاقسيم بالله يا خاوتي، يلعب بواحد لا كونفيونس، تبارك تحسوا الله عليه تبارك الله عليه. لا قولها زوينه وقول تبارك الله قول شي كلمه زوينه. عنده 20 سنه هو في هذاك البوست، شغل الاخرين يحقرهم صاحبي باش نهضروا زوج كلمات. لي ميليو تيران الاخرين راهو يحقر فيهم، وين تروح تصيبوا لا بال بيردي في لا ديفونس تصيبوا هو يريكوبيريها، الله يبارك هذاك الطفل بوعدي. والحاجه اللي عجبتني فيهم خاوتي انه جوال فيهم، يغلط غلطه صغيره ليكيب كاع الدور ليه ليكيب كاع الدور ليه طافيرتي يا ودي بالك هاك غلط منها ما تعاودهاش، يلعبوا واحد المثل هذه كاع خاوتي من البنيه التحتيه تاع البال تاع البالون، من لي زاكاديمي اللي راهم يديروهم باش وصلوا لهذا النيفو، ما وصلوش بين ليله ونهار لهذا النيفو، ما نكذبوش على رواحنا. ايه فيهم وعليهم راني معاك، بصح يلعبوا البالون صاحبي، انا نهضر كوتي بالون، انا ما نخدمش في وزاره الثقافه صوالح واحد اخرين، انا ماشي وازي، انا ما ناخذش 30 مليون في الشهر، انا راني نتفرج في النيفو باطل تحترم شعوري واش راني نحس نحكي. بداو تيعيقوا تفوق، كنا بغيناهم زعما تيقوا بلي حنا ما في يدينا والو داكشي باش تبقى غاده. استاذ العزيز خلنا بس اوضح لك شغله والله العظيم، المغرب الله يحفظهم في شغله تميزهم، تدري شنو استاذ العزيز؟ ان لما يلعبون مع اي منتخب الضو صغير، يعني شلون اقول لك اياها يا اخي، قاعد يحجمونهم، قاعد يصغرونهم، الضو صغير قاعد يغضون عليهم يا راه اخي. نورمال، راه المرتبه رجعنا السادسه، كنت باغي نقول ليه المرتبه الخامسه، ساعه رجعنا دغيا السادسه، المرتبه السادسه عالميا. اش كتوقع يلعبوا مع المرتبه 42 نفس النيفو؟ ما يمكنش. والله بالنسبه لي جميل جدا، حجم اسكتلندا يا اخي ما قالوا، يا اخي ما ادري يعني انا لما شفت منتخب تونس او منتخب الجزائر يا اخي ما ادري ايش فيهم، ما ادري ليش صار فيهم هالشيء، انهزموا فجاه. حتى منتخب قطر يا اخي، المنتخب المغربي في شيء قاعد يميزه، انه قاعد لما يلعب انا راح ادمرك ايا من كنت تكن، انا بنص الملعب راح ادمرك ما يهمني، ما راح تمشي راح اكسرك يا اخي. اخ هذا اللي قرينته. باذن الله المنتخبات العربيه الجايه ان شاء الله يعني باذن الله يسوون شيء يا اخي، اكسروا يا اخي، سووا اي شيء. هذه عقليه الفوز، حنا داخلين بعقليه الفوز، ما داخلينش نشرفوا بلادنا، داخلين فهمتي، داخلين تنشوفوا في الكاس عامين في ذات الكاس. والله برغم ان الماتش كان متنشن جدا، وبرغم ان الماتش كان يعني تحس ان هو كان ممكن يروح في سكه وحشه او كان ممكن يهرب منك في الاخر، الا ان المنتخب المغربي عمل المنتظر والمتوقع، وهو انه قدر ينتصر على مباراه على منتخب كلح ورخم. يمكن الحاجه اللي ضايقت الجمهور المغربي هو شي قلت انا الرجال هذه ما كانش يقدر يربح اسكتلندا، ما مستحيل كان يربح. هادشي الرجال هذه السيستم ديالو مدافع، وكان كيوحل مع الفرق اللي مدافعين سادين الطوبيسات، كان كيوحل معهم. وانا كنتوقع باللي وهبي ماركا البيت الاول وما بغاش يحط كاع الاوراق ديالو، فهمتي يعني ما بغاش يحط كاع التاكتيك اللي ناوي انه يبدا يماركي به في البيوت الاخرى. كنتوقع كنتمنى انا وهبي ما حطش الاوراق ديالو كاملين، داكشي علاش ما قدرناش نجيبو بيت ثاني وثالث بطريقه مقاده، فهمتي ديال البيوت اللي ديال الفرص اللي كانوا جاونا من بعد كانوا فهمتي هجوم شتت كرات جات في رجليه، هي هذيك ما جاتش لا غير. ولكن البيت الاولاني كان مدروس، وكنتمنى انا وهبي يكون عنده بزاف ديال الخطط المدروسه اللي فهمتي اللي ماركيو بها بحال هادي. لا اله الا الله، يعني دوك المره ولات اول فريق عربي يربح في الدور الدوزيام، او ميم طون عندهم اسرع هدف لحد الان في كاس العالم. صدقوني بعيدا عن كل شيء على انهم هما المروك وحنا الجزائر، على ان كوب دي موند اللاعب هذا بزاف مليح، بزاف مليح. والبايرن تبارك الله فري دبرتها كي جابتو المراكو، فري دبروها كي عندهم افون سونتر كيما هذا، باسكو هذا افون سونتر وعليه الكلام كي سكومباري مع افون سونتر اللي عندها الجزائر، يعني تقعد تتفرج زيرو شوط يعني ما والو مش كلهمش صعوبات، ما شكلهمش خلاص صعوبات، ما خلاهمش يحسوا باللي باي ذا واي نطلعوا للتصنيف الخامس ويستاهلوا. ما جاتهمش زهر وما جاتهمش هكا وحدهم، يلعبوا يكوروا الله يبارك، لعبوا جابوا، هذه هي واحد ما جابها لهم. اهم بداو تيفيقوا بداو كيعيقوا بينا بلي حنا كنعرفوا نلعبوا ماشي غير صدق علينا. ابرز عنصر خلات المروك سما راهم مصنفين خامس فريق عالميا وتصنيف بزاف واعر. اي ثينك واحد مازالوا من الفرق العربيه من قبل. خلاص شغل نخرطوا مع لي كرون زيكيب عادوا يبان لهم الكل نورمال. خلاص يخل من الالمان بلجيك البرتغال خلاص خلص الهضره، دي كرون زيكيب. تشوفوا هو مكلاسي السانكيام دوكا من بعد في الماتش على البرازيل لا كون يربحوا راح يهبطوا سيزيام، بصح يبقاو بين لي كرون، يبقاو بين الاعظم. وين بيها وين راكم غير طالعين فوق؟ وين طالعين وين فوق قتل الحسد
هذا تصنيف الفيفا وراكم رايحين ها هو اللي هبطنا رجعنا للمرتبه 6 عاوتاني، هو هذا. ولي مالك ولي عليا صافي رجعنا السادس رجعنا، ولكن بلاتي مساله وقت. هايتي حتى هي غادي نتهلاو فيها بشي بويتات، وكنتمنى اسكتلندا تزير اللعب وما تخليش البرازيل تماركي، ونرجعوا لبلاصتنا عاوتاني الخامس. ما تخافش، البرتغال خلاص ما تنتوقع منها والو، دونك غالبا ما دير حتى وزه بسبب انهم طايفين بيناتهم كريستيانو وشي دوك اللعابه اللي معاه. فقريب غنرجعوا حتى الخامس والرابع، ومنين غنديو الكاس نوليو حنا الاولين ان شاء الله. اللي باني ما يحبسوش وين بيه هادشي مع واش خونا البارح ربح 2 ماتشات. المغرب في شباك السامبا اسماعيل سيراري. هذه هي تشكيلة أسود الأطلس في هذا اليوم مباراة اليوم. بينما في الجانب المقابل ستيف كلارك مدرب المنتخب الاسكتلندي يتحرك في المحاولة الأولى في شوط المباراة الأول. هذا البيت الاول خونا يبات بالعشاء، يبات بالعشاء، ولكن رابح فهمتي، رابح 2 ماتشات هانيت ماشي مشكل. واش كنت تسنى؟ كنت المغرب تخسر مع اسكتلندا؟ واش من نيتهم كانوا كيتوقعوا بلي نخسروا؟ واش سحب لهم حنايا الجزائر؟ ما فهمتش ترى حتى باللوجيك ما يمكنش انها فرقه الخامس عالميا تخسر ضد 40 عالميا، راه ما يمكنش. هو ممكن، ولكن باش تكون كتسناها طرا زعما متاكد وتايق فيها غادي تقدر طرا، راه مشكله. يا ودي غير فيق يا ابريق. وما حبستش هنا، ماركاو اسرع هدف في كاس العالم 2026 واسرع كاس لمنتخب افريقي. ها يا عم راسك، هاي هما يديروا في الانجازات وحنا واش نديروا في التبادل. لا تهلصير مي خاوتي نهضروا لا فيريتي. بريمي ميطو كان المروك، دوزيام ميطو اسكتلندا احتلتهم. ماشي دوزيام ميطو، 10 دقائق الاخرى 10 دقائق الاخرى فاش دار لي شونجمون ديال صافي ما بقى عنده ما يخسر زعما. خاسر عارف راسو خاسر دابا كان كيتسنى الغلط، كان تيتسنى اننا نبغيو نزيدو الثاني ونغلطوا ويجيبوا علينا باعتمادات الغلط ما طراش من جهتنا. صافي هما يهجموا وحنايا دافعنا بزاف حيت صافي ما بغيناش نغامروا اكثر. يعني تقدر تقول كانت مخطط لها داك اللعب، كنظن من طرف وهبي كنظن. نهضر لك انا بدون عاطفه من الاخر، اقسم بالله العلي العظيم غير هاربين فوت. والله المنتخب المغربي غير هارب نيفو، هارب بزاف. ما يهموش كاع شكون الخصم واش يكون، يدخل يحوس يربح. لاكسيون الاولى بوت صافي جمع طوي كاع. كنا باغيين نزيدو الثاني ولكن ما استقاتش. الاولى جات الصابير يحطها ديريكت في الشبك، يضغطوا يماركيو يلعبوا حراره. تبارك الله تبارك الله. ما ماركيتوش بلي يطاكيو في 11 ويولوا في 11 يتضاربوا. هذاك واسمو العناوي الدم سالو من فمو. العناوي الا ما تلاش في شي تظاهر ما تيرتاحش، تيحسب راسو ما دارش خدمته. ما عندهمش مالكيوت، هما ماشي كيكون جايهم جوار يولي اللور يتخبى ويصدم يقابل بولي. هذا الطفل خاوتي هذا راني مازالني مخلوع فيه، اقسم بالله غير شي يكون انورمال. الطفل هذا راح يكون تبارك الله تبارك الله نفسه كبيره في المستقبل. هذا كنيسيني في ايكيب كبيره واقيلا غيمشي لمدريد، ما عرفتش واش كونفيرمي، ولكن واقيلا غيمشي لمدريد كبيره خاوتي ما شاء الله. والله غير شابو، اقسم بالله غير شي يكون. والله اسكتلندا زعما سيا زعما شغل شي كاليزو سيا شغل زعما يدير قابلهم 11 جوار بانينهم 11 نصور من الاخر. تحوس باش تماركيني نديفونديو كاع، نحوس باش نماركيلك نطاكيو كاع، الدم يسيل ما تماركيليش. والله غير خاوتي لعبوا صح. ما قدرناش نزيد، ما قدرناش نفينيو، هذا هو المشكل. كانت عندنا الفينيسيون مزيانه وقدرنا نماركيو دوك جوج بيوت اللي ضاعوا لينا، ولا ضاعوا لنا شي 4 البيوت قدرنا نماركيو منهم غير جوج. كان يكون ماتش لعبوا فيه مرتاح وهبي يقدر يشونجي على خاطرو، ولكن ما قدرناش. طلعنا وهبطنا داكشي دغيا فرحنا طلعنا وحنا نعاود نهبطوا ماشي مشكل. باقي نقدروا نرجعوا لبلاصتنا. حاجه على منتخب المغرب، بس اخواتنا المغاربه ما يزعلوش معلش، انا مش قادر استحمل ابراهيم دياز الصراحه بكل امانه، يعني حاجه مفسده كيلعب للفرق. مزيان في الاول، تيحط اسيستات زوينين، في الاخر تيبغي يماركي، ما عرفتش شنو مالوش، تيبغي يدير داكشي ديال كاس الافريقيا، بغى يكون هو النجم الفريق، ما كيعورها فهمتي. خاص المدرب يهضر معاه شويه فهمتي، ينقي ليه شويه ودنا ويقول ليه ما تبقاش تعصر على كره، طلق كره بعض المرات، خاص تطلق كره، ولا ما لقيتيش حلول
فين دخل؟ ومفسده للهجمات ومفسده لكل الشغل اللي بيتعمل، وفي كم من الانانيه ببقى عايز اقوم اجيبه من التلفزيون يعني. فتظبط يالا انت موضوع البانينكا ده من ساعتها وانت مش انت. جزائري باينه. هاي اللعبه ما رديت لي البال. حاجه ديك الصدمه ديال صدمه الخلع ماشي صدمه الفرحه. باقا صدمه الخلع باقا. دقيقة واحد ما قلت بسم الله. يا منتخب اسكتلندا والله ما نتفاهموا عليها هذه دقيقة واحد تبلعوا بدا جول. كيخرج داك الحسد ديالو. يا منتخب اسكتلندا رجع لي الفار رجع لي منتخبنا صافي فهمتي. ولا اي منتخب ضد المغرب كيولي ديالو. الفار انا مسلل السيباري هذيك فاهم. اي مثلوا القجع ديال اليوم صافي حسبوه. طاح بيك واحد هادي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا ربي يكون مسلل. يو ماشي مسلل صاحبي والله ما مسلل الراق قطعوه جماعه طوي قطعوا بتير يا لطيف. عادي غير بغاوكم تنعسوا بتري السيباري هز لكم الهم ديال هادو نسهرهم معايا ساعتين وهما كيتفرجوا غنعطيهم واحد البيت بعدا باش يقدروا ينعسوا بكري وديك الساعه نكملوا الماتش ديالنا وداكشي نيت اللي طرا. خباط الله اكبر الله غير كون كاس كالكارديا يقتلك فيها على بالك. دقيقه واحد انصير هذيك الكارديان ما عندهم يشد فيها. لا حول ما خلاونا لا الوقت بان تنمروا ولا الوقت بان ضحكوا ولا والو ديريكت. انا والله ما فهمتش على التلفزيون قلت سكور 1-0 ما فهمتش القانون تاع كره القدم تبدل ولا هذا كيفاه. في المغرب ديال صافي مع تيبداو الماتش كيعطيهم واحد البيت عاد كيبداو الماتش يبدا 1-0 ولا واش بسم الله مازال ما قلناش نمشي نلقى مني نحسد ومانيش بيان مانيش قادر نرقد نربحوا 1-0 تكاليفا اول فوز عربي في كاس العالم هذا اول منتخب عربي يربح اول منتخب عربي تكاليفا اول منتخب افريقي يتكاليفا والله ماني قادر نبدا نمشي مني الحسد يا خوتي قسما بالله. قويري حبيت نسقسيك هذا تفرجتوا اليوم ولا ما تفرجتوش هذا اسكو تفرجت هذا اسكو شفت الفينيسيون كي داير ولا ما شفتش انا حاب نسقسيك. وليت نشوف قويريك شغل شوشع. لا الفرقه ديالكم راه ما مسالياش الفرقه ديالكم راه خايفه منها الارجنتين ما عرفتش وانا الدويري باين عندهم شي لعاب ما تيدير توزه ولكن الفرقه ديالكم خايفه من الارجنتين تبقى حاضيه المغرب ما يمكنش لا هما ما مسالينش لهادشي. فهمت يعني هما عندهم سايبر هذا وحنا عندنا قويري شوشع وهادو ولا كي جيت نديمي فينال ولا ما فينال ما تنخلع ما والو صافي بداو تيتقبلوا امر الواقع. تنخلع عادي ما تنخلعش اقسم بالله باسكو الاداء اللي لعبوا به اليوم والماتش اللي فات يبين لك ويفهم لك كلشي الفرق بيناتنا وبينهم هما وحنايا اي باينه الحكايه. بيتكوفيتش زير روحك وزيرهم معاك. انا والله يعني انا افتح ماتش المغرب متاخر دقيقه هي دقيقه. قلنا لكم علاش ربحنا مارتينيز الماتش راه حيتاش باقي ما حلوش راه القواصه بخوا على القواصه قبل ما نبخوا على القواصه كانوا باقي ما بداوش كيقوصوا فمارتينيز دات البيت ومنين بداو كيقوصوا ما قدرنا نزيدوا حتى حاجه. هي واحده الاقي المغرب جايبه اسرع هدف في تاريخ العرب في كاس العالم في ايه يا عم وبعد كده اروح ادور اشوف هو اسرع هدف كان مين الاقي المغرب. اللهم صل على النبي. فهاد التظاهره وقيلا افريقيا وقيلا العرب العرب اصلا ما كانوش كيشاركوا مي في العالم لا مي في التاريخ ديال الفيفا كامله لا كاين مسرح. خلاص يا جماعه عرفنا ان انتم مش الحصان الاسود وان انتم بقيتوا مرشحين للقب. واحده علينا اهدوا شويه عشان الحسد اهدوا. يعني انا عارف راسه. اتونسيون دونجي حيدوا كوب دي موند خوتي على بالك بون بريمير مي مقلاوهم ردوا البال يقول لهم الدراري قوسوا معنا مزيان وانتم شادشي وما دايرين والو راه خوتنا باغيين يديو الكوب دي موند واش نتوما ما خدامينش معنا. بون ميليو تاعنا تاع المروك ميليو في الجروب تاعهم نقول لي لا برازيل لا والو وناعي بابا خوتي هذا سينيا في الباين سايباري عندهم فريق عالمي ان شاء الله تخسروا كاع الماتش بصح ما يمكنش راه داكشي كيلعبوا ما يمكنش يخسروا ما نكذبش حقيقه يوم تقوصوا صعيب اخوتي واش راك حابين نكذب نقول لك ما كان والو حقيقه هم حسموا التاهل تاعهم هم تاهلوا باينه هايتي حيضربوها في 6 شكون هيحبسهم هايتي دابا التقصات نورمالمون التقصات المهم صعيب تربحنا واخا ما نلعبوش بنيتنا صعيب تربحنا دونك ما تنظنش يلعبوا من نيت زعما ما يلعبوش ديك لا جرينتا او اللي يقدروا يدخلوا ديك ما عندهم ما يخسروا ويبغيو يهاجموا زعما ديك ما
الدفاع يخليو خاوي ديك الساعه نقدروا نغفلوهم بشي بويتات ونجمعوا نطويو ونمشيو حنا الاولين في المجموعه نقدروا. ابار بالك فرنسا الارجنتين ما عندهم ماني شو ايكيب كيما تربح البرتغال تا بون كابابل الانجليز ثاني تربح المره خوتي بون رايحين بعيدهم راكم رايحين بعيد شلمقني الاحسن شلمقني الاحسن نقلوا من هذيك الشلقه من الحسد وما عرفوا تيقول لهم قاده قلبوها باش عرفها فهمتي حافظين ما فاهمينش شلمقني الحسد اش هاد اللغه هادي. علاش خوتي غير حنا ما نربحوش دوك يربحوا الناس غير حنا وتونس والله يا احنا حتى قطر تتونسكم تتضامن معاكم سرات بسته ماناش نربحوا علاش هكذا علاش حنا ماشي هكذا شلمقني الاحسن خوتي من الاخر راني حاسسكم خوتي. يا خوتي اول فوز لمنتخب عربي في منافسه كاس العالم 2026 كان من نصيب المنتخب المغربي. طب هذا شنو يقول غير سلقات ليهم واصلا فرقه ضعيفه هذا معروف شي واخا نديو كاس العالم يقولوا ما صدقات لهم. نهضروا صح غادي نهضروا والله غادي خوتي نهضروا صح بدون لف ودوران. المنتخب المغربي عنده الجرينتا، المنتخب المغربي عنده هذيك العزه تاع راني باغي نلعب على الاعلام. المنتخب المغربي ماشي هو المنتخب المغربي تاع 2022. ما تكذبش على روحك، ما تقول لي منا ما تقول لي احسن ولا ضعف ما تقولي منا. مع البرازيل اضعف منتخب برازيلي دار هدف مقابل هدف مع اسكتلندا وبالعكس وكلشي تيقول بلي هاد بالنسبه لي انا هاد المنتخب حسن بزاف من المنتخب ديال 2022 ما كايناش مقارنه ما شي مازال هذه تقدر تقول باللي درناها بلا جرينتا. دابا لا دابا لعابه عندنا لعابه ناضين. ما اسكتلند هذه ماشي حاجه كبيره. اسكتلند هدف مقابل صفر بك شايف وزاد ثاني حتى اسكتلند واخا نديروا اللي درنا يبقى يقول لهم باللي راه صادق عليهم وراه هما ضعاف صح. انا مسلتاني انكم تيقوا هاد الهضره خليتهم هتات بزاف لي بال. من الدقيقه الثانيه سجلت المنتخب المغربي ما قدروش يعاودوا يسجلوا هدف ثاني وما قدروش الثالث وما قدروش الرابع ما قدروش الخامس. زعما تقدر تقول باللي المستوى تاع المنتخب المغربي ما عادش يتم. ما نقدروا نقولوا باللي زعما هذا الاستهدار فرقته خسرت ب3-0 وباقي تيحد المنتخبات اللي تادمنا التاهل تيقول لهم باللي راكم ماشي تلتم وزيد معاه مع نفسك غدا القاك سلامة سلامة دور 32 صافي السلامة ضمناه تقريبا ضمناه. المهم مضمون شي واخا نخسروا كاع بعد نجيو حنا الثالثين زعما لا خسرنا الماتش الثالث رحنا توب 3 وغندوزو افضل ثالثه ولكن مستحيل دونك حنا على الاقل رحنا الثانيين غادي تمشي جريان السعديه. ماشي علاش حسيت ديت السعديه هي الجزائر هي السعديه ديالنا نعطيوها حتى هي شي 3 ما علينا. يا دياس لو سمحت يا اخي مرات تفكر في الفريق بدل ما تفكر في نفسك. اول شيء مبروك خلينا نحط هذا على جنب. المباراه الشوط الاول مفروض 2-0 على هالفرص هذا بدون اي شك ولكن يعني يوم توصل اخر شيء الفرصه قبل ما المدرب يبدل دياس تقدر تلعبها باس وتريح الفريق وتبدي الفريق. ومفروض في هالاحيان تشوفون مرات نضج اللاعب على قد ما هو لعيب وعجيب ويقدر يغير مباراه كامله ولكن هالفرص لو ما تستغلها عشان في كاس العالم ما بتحصل وايد من هالفرص. بصح منتخبات الكبار صعيب انك تلقى فرص بحال هكا كثار. هدي خلاص بتخلصون المباراه هالضغط اللي اخر 20 دقيقه كله بيروح واسكتلندا انتم تعطونهم ثقه وثقه وثقه وبيرجعون. هذا الشيء اللي طرا لهم ثقوا في راسهم بزاف في الاخر. فمرات انا هل انقهر عليها يا حرام فكر بيعك احسن العب له باس خلاص خلص المباراه. المهم جبنا 3 بوان ديالنا هذاك هو المهم. لا يبغى هو يطلع وذكرني في مال بطوله افريقيا في النهايه يوم حاول يسوي البلنتي الشيب بدل ما نخلص المباراه. كان نسوي يزيد يفكر فين. الدقيقه الاولى البيت الاول الجزائر كانوا مازال مازال ما بداوش التقواص ديالو. هذا الشيء علاش فوزي راه ديت اليد ولا ما قصت شي وحده مقابل لا شيء. انطلاقه من جديد اشرف في الجهه اليسرى عرضيه من اشرف داخل منطقه الجزاء الابعاد ياتي والكره بعد ذلك الى خارج ارضيه الميدان والمحاوله تصل الى رميه تماس مع بدايه مميزه جدا لمصلحه المعلقين ديال بصحتي تعلقوا. حنا عندنا واحد المعلق في الاولى مشى تيغني مع المشجعين بقى تقول لهم ديما مغرب. الماتش لاعب الهجوم فهمتي شابكه في الوسط شابكه هو ديما مغرب والماتش شابكه فهمتي دياز مطايف سيباري مطايف كلشي مطايف في الميليو ونايض الحرب وحكم ديال راسو ماشي في والو واش ترفع بنص هو ديما مغرب اودي فاطمه بينا
ما حشمتش بينا فاطمه البيدينا، واخا جات الويل ولكن المهم 3 بوان ما حشمتش بينا.